عودا حميدا، وحشتوني قوي 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 قوي. الحمد لله. ان شاء الله مش عايزه اقول، بس ان شاء الله يعني ايه، يعني كل مره لما بقول كده في الاخر ما بيحصل اي حاجه وما برجعش اصور تاني، ومش عارفه في ايه اللي بيحصل. فانا مش هقول بقى، بس انتوا فاهمين. النهارده يا جماعه هنفتح مع بعض شنطه بقالها تقريبا 13 14 سنة حاجة كده، يعني من 2013 2014. يعني ايه، مش قادرة اقول لكم بجد. انا بصوا يا جماعة، اللي ما يعرفش، انا زمان كان عندي اصلا قناة على اليوتيوب، بس برضو ما كملتش عليها. والحمد لله ان انا ما كملتش عليها علشان الاكونت ده اتسرق بعدين. فالمهم يعني انا بحب يوتيوب من زمان جدا، ومن زمان قوي، من اول اصلا ما كان يعني كنت بتفرج اصلا على اجانب، ما كانش لسه ناس عرب نزلوا عليه محتوى غير اللي هم الخلايجه وكده. كان من بدري قوي يا جماعه. المهم انا من وقتها بقى وانا كنت نفسي قوي ان انا يبقى عندي قناه على اليوتيوب، وفتحت واحده فعلا، وبعد كده حصل حاجات كتير لخبطه كتير، فالمهم وقفت برضو. والمهم ان انا من وقتها وانا كنت بجد بفضل اجرب حاجات كتير قوي علشان اطلع بقى اعمل لكم ريفيوز عنها واقول لكم حلوه ولا لا وكده. فكنت بقعد اجرب واحوش اجرب واحوش في الشنطه اللي انا هوريها لكم دي. المهم ايه هي الشنطه دي؟ بصوا هي صغننه، بس خلي بالكم اوعى ما فيهاش حاجات، ايه مش قادره اقول لكم يعني، فيها حاجات بالهبل. ماشي. فانا بقالي كتير قوي بجد ما فتحتش الشنطه دي، والحاجات اللي جوه دي غاليه قوي على قلبي وعزيزه، لان هي فعلا فعلا انا كنت بحبها، وكنت سايباها علشان اعمل لكم عليها ريفيوز وكده. وستيل هعمل لكم عليها ريفيوز والمنتجات اللي جوه دي اكيد لسه موجوده، بس ممكن يكون اتعمل لها بقى شكل جديد وكده وحاجات كده حركات يعني. فيلا بينا، انا متحمسه قوي، انا ما فتحتهاش من ساعتها. اول حاجه كان الغسول ده من بيوركس. اهو يا جدعان سايباه يا ده لسه فيه اصلا، كان عندي يعني كان عندي منه كتير، كنت بستخدمه كتير قوي. اي حاجه بقى هتشوفوها وانا هدور هلاقيها لسه موجوده ولا لا. لو لقيتها لسه موجوده هعمل لكم عنها ريفيو. اهو ده اول واحد، ده كان غسول للبشره الدهنيه. استنى بقى اوريكم تاني. وايه تاني ايه تاني يا جماعه، بصوا كان معايا سامبل من لاروش بوزيل، بس طبعا دلوقتي مقاطعه فاصلا مش هنتكلم عليه، ده الصن بلوك بتاعهم. استنى اوريكم هو من جوه عامل ازاي. بصوا قد ايه صغنطته كيوت. بس خلاص بقى، خلاص بصوا احنا عاملين مقاطعة، وبجد بجد يا جماعة ادعوا بجد لأهلنا هناك واخواتنا وكل حاجة، مش عايزة اقول بالظبط، انتوا فاهمين يعني. فادعوا لهم بجد ربنا ينصرهم وينجيهم يا رب. بصوا ايه ياه. ايه بصوا دي كانت وايبس مزيلة للميك اب. مش عارفة انتوا كده شايفين ولا ايه. اسمها لورا، لورا كير. مش عارفة برضه لسه موجودة ولا لأ. وايه تاني وايه تاني. لزق الرموش بتاع لانيل، الغني عن التعريف طبعا. وخلي بالكوا علشان في منه كوبي، فلازم تجيبوه من حد موثوق. وبص بقى لقيت ايه. انا فاكره ان انا كنت بحب الماسكارا دي قوي، الماسكارا اللي هي بتاعت ايفون اللي اسمها مارك. عندنا ايه تاني يا جماعه. عندنا الروج ده كنت برضه بحبه قوي. مش عايزه احرق بقى، مش عايزه احرق. لو لقيت الحاجه هبقى اعمل لكم عنها ريفيو. بصوا مخلصه ازاي يعني، خلاص مش هتكلم بقى، مش هتكلم. ياه. انا فاكره ان انا كنت بفضل اجيب لحد النهارده، على فكره انا كنت بفضل اجيب زبده الكاكاو بتاعت اماندا دي. يا لهوي بصوا متلحوسه ومبهدله ازاي. فاكره اهي جوه اهي. دي كانت اتفكت مني ورحت اشتريت غيرها، بس ديت ريحتها وطعمها كانوا حلوين، انا باكلهم. ده كان فاونديشن اهو، بس مش عارفه ده اصلا موجود هنا ولا لا، لان ده كان من بره. ده الاسيتون بتاع ايفا اللي بالخوخ. وايه تاني يا جماعه. زبدة الكاكاو بتاعت ايفون. ايه ده، انا ناسيه خالص الحاجات دي. ايه. ودي طبعا كلنا عارفينها برضو، زبدة الكاكاو بتاعت تانيكو. مش هتكلم. ودي كمان ياه.
برضه سلطة الكاكاو بتاعت كيو في. دي على فكرة الليب بالم ديت ليها قصة، هبقى احكيها لكم. لو عايزين نحكيها لكم بقولوا لي كده. سامبل تانية من لاروش بوزي برضه، سامبلوك. اه، ده الغسول بتاع نيتروجينا، ده اللي كان بالجريب فروت بيبقى لونه اورنج. بس برضه يا جماعة نيتروجينا مقاطعة ماشي، فملناش دعوة بقى. الصن بلوك بتاع بايوديرما، برضه بايوديرما مقاطعة. بس برضه لو عايزيني ابقى اقول لكم، انا على فكره هبقى اعمل لكم فيديو على كل الصن بلوكس اللي استخدمتهم. وايه دي؟ دي زبده الكاكاو برضه بتاعت اماندا، بس ديت بتاعت الرجالي. برضه عمل واحده يا جماعه للرجاله، مبقتش بشوفها دلوقتي، مش عارفه مبقتش موجوده ولا ايه. دي العلبه بتاعت اموس فلامينجو، طبعا كلنا عارفينها. ده اللي هو الستروبانتين الكريم. كنت بحتفظ بالعلب علشان لو العبوه مثلا تهلكت او كده، وانا متهيألي ان انا محتفظه بحاجات برضو كانت متهالكه. ديت اللي هي النودا ستريبس، اللزقات بتاعت ازازه الرؤوس السوداء. هبقى اعمل لكم برضو ريفيو فيديو عن الانواع اللي انا استخدمتها ورأيي فيها وكده. وديت واحده ثانيه برضو من بتوع الرؤوس السوداء برضو بتاعت بريديرم، عشان انا جربت منهم كذا حاجه، وما عندهم بالفحم وبالشاي الاخضر بيتهيألي ومش عارفه ايه وايه حاجات كده. ده استنى لكم، ده اللوشن بتاع اكني زنك للحبوب وكده. بس انا بصراحه مش فاكره ده كان تاثيره ايه، مش فاكره اصلا ان انا استخدمته. الليب بالم دي برضو، بصوا يا جماعه الحاجه بجد شكلها يعني من زمان عفى عليها الزمن. يا سلام، حاطه قلم الكحل كمان. ده الاكني فري برضو بتاع الحبوب، برضو بصوا يعني ما استخدمتوش قوي يعني، مش فاكره ليه برضو. بصوا بس ده طبعا الغطا بتاعه ضايع. ده قلم الكحل بتاع ان ليه اخوه بقى التاني، ليه قصه برضو، لو عايزين ابقى احكيها لكم يعني. او ليه يعني، هبقول لكم. وديت بتاعت فلامينجو، قلت ايه اسيب لكم واحده على اساس يعني اعمل لكم ريفيو عنها. وانا هعمل لكم برضو ريفيو عن انواع الريزرز اللي استخدمتها. بس كده يا جماعه، كل الحاجات يعني الحاجات اللي باقيه يعني اسبونج ملهاش لازمه. بس كده يا جماعه، بس هي ديت كانت محتويات الشنطه. يا رب الفيديو يكون عجبكم واتبسطتوا كده معايا كده، واحنا قاعدين كده في حقبة زمنية مختلفة بقى من 14 سنة بقى، يعني حاجات بقى منتجات من 14 سنة يا جماعة، كتير قوي. كتير قوي بجد، عشان تعرفوا انا بحب يوتيوب ازاي يعني. واستنوا بقى ان شاء الله بدون مقاطعة تاني ماشي. مش هقول زي ما اتفقنا. بس كده يا جماعه، لو عجبكم الفيديو متنسوش لايك وشير وسبسكرايب، او لو انتوا على اي بلاتفورم بتوع السوشيال ميديا التانيين اعملوا بقى فولو. اوكي، باي باي.